أهلا بيكم. الحتمية بقت بتتقدم كأنها مسلمة، كأنها حقيقة بديهية، وغالباً لما بنفتح موضوع الحرية أو الإرادة الحرة بنرجع دايماً للفكرة دي، إن الحرية مش موجودة، وإن كل ده مجرد وهم، وإن الحرية دي حكاية اخترعها العقل البشري علشان يقدر يقنع نفسه إنه بيختار، بينما في الحقيقة كل حاجة محددة سلفاً من بره، وإحنا مش أكتر من مستقبلين سلبيين لتأثيرات البيئة اللي حوالينا. قدام المذهب ده في القرن العشرين هتطلع فلسفة بتعارضه بشكل مباشر، وهي فلسفة جون بول سارتر اللي اتعرفت باسم الوجودية. والنهاردة في الفيديو ده حابب أقدم لكم التيار الفكري ده. يمكن الأول نقول كلمتين عن سارتر نفسه. سارتر فيلسوف وكاتب ومثقف فرنسي أثر بشكل ضخم جدا في القرن العشرين، خصوصا بسبب التزامه السياسي. لكن الحقيقة إننا غالبا نعرف سارتر المناضل أكتر ما نعرف سارتر الفيلسوف. بنفكر في جون بول سارتر الناشط، وبنفكر في جون بول سارتر الكاتب، لكن جون بول سارتر ساب لنا كمان مذهب فلسفي متكامل، واخد في يوم من الأيام مخاطرة كبيرة لما حاول يلخصه في محاضرة اسمها الوجودية نزعة إنسانية. في المحاضرة دي حاول في نفس الوقت يقدم تياره الفكري بأبسط طريقة ممكنة، وكمان يرد على أسئلة كتير، خصوصاً الأسئلة اللي كانت بتتوجه له عن مواقفه السياسية. التيار الوجودي ممكن يتلخص في المقولة الشهيرة دي: الوجود يسبق الماهية. الجملة دي هي فعلاً قلب الوجودية النابض. طبعاً في الفيديو ده هنشرح الجملة دي وهنفهم معناها، لكن قبل ما نعمل كده حابب ناخد طريق جانبي شوية علشان ندخل لفكر سارتر من مدخل تاني، وهو مدخل الإيمان بالله. جون بول سارتر كان مفكر ملحد، بالنسبة له الله غير موجود، مجرد اختراع بشري، وبالتالي فلسفته في الأساس فلسفة ملحدة، فلسفة ما بتفترضش وجود أي كيان خارق كلي القدرة وخالق. وده يمكن يبان بسيط، لكنه في الحقيقة حجر أساس في فكر سارتر، فكرة محورية جدا، لأن لو الإنسان ما اتخلقش على إيد إله، ولو العالم نفسه ملوش خالق، يبقى ده معناه إن الوجود الإنساني ملوش معنى جاهز، ملوش معنى لأنه مش نتيجة إرادة ولا نتيجة قرار مسبق، وبالتالي مفيش حاجة محددة سلفاً بتدي معنى للحياة قبل الإنسان نفسه. وده معناه إن الإنسان وحيد قدام وجوده، وحيد قدام مهمة بناء معنى حياته. نخلي الفكرة دي في بالنا. الوجودية عند جون بول سارتر، مع إن في أشكال تانية للوجودية، لكنها عند سارتر تحديداً ما بتستندش لأي كيان إلهي أو خالق، وده هيبقى ليه أهمية قصوى في الطريقة اللي سارتر هيعرف بيها الوجود الإنساني، وده اللي هيحاول يوضحه في محاضرته. في المحاضرة دي سارتر بيظهر قدر كبير من البيداغوجيا، يعني بيعتمد على أمثلة ملموسة، فيجيب مثال فتاحة الورق. فتاحة الورق دي شيء وظيفته واضحة من اسمه، وسارتر بيستخدم المثال ده علشان يورينا يعني إيه شيء مصنوع. فتاحة الورق اتعملت بإيد الإنسان، واتعملت علشان تؤدي وظيفة معينة، فالمعنى بتاع فتاحة الورق جاي من وظيفتها مكتوبة في اسمها، وهي اللي بتدي للشيء ده معنى وبتدخله في شبكة من المعاني والاستخدامات. المعنى هنا نابع من الوظيفة، لكن الإنسان بما إنه ما اتخلقش على إيد خالق يبقى ملوش وظيفة محددة، وبالتالي ملوش معنى جاهز، وجوده ملوش معنى مسبق. ومن الفرضية دي سارتر هيستنتج إن ماهية الإنسان بيبنيها بنفسه. الإنسان ملوش ماهية ثابتة، لأنه هو اللي بيخلق ماهيته. عند سارتر الإنسان هو ما يقرر أن يكونه، الإنسان بيختار يكون إيه. ودي النقطة الجوهرية في الفلسفة الوجودية عند سارتر، إن إحنا اللي بندي معنى لوجودنا. المعنى ده مش متحدد مسبقاً بأي حاجة غير نفسنا. طبعاً سارتر ما بينكرش إننا عايشين في بيئات بتأثر فينا، وإن التأثيرات دي ممكن تتوصف بالحتمية، بس بالنسبة له الكلام ده في حقيقته نوع من سوء النية. الإنسان بيتظاهر إنه محدد بعوامل خارجية، لكن في الحقيقة هو بيخبي عن نفسه جبنه. بس هنرجع للنقطة دي كمان شوية. دلوقتي خلينا نطور فكرة الحرية عند سارتر. بما إن الإنسان ما اتخلقش على إيد إله، يبقى عليه هو مسؤولية بناء معنى حياته، وده ممكن لأنه الكائن الوحيد اللي عنده حرية. عند سارتر الحرية موجودة فعلاً عند الإنسان، بل أكتر من كده، الإنسان بيتعرف من خلال حريته، يعني في كل لحظة، في كل ثانية من حياته عنده القدرة إنه يختار. فكرة إننا مجرد نتاج بيئة أو سياق أو حتميات خارجية، سارتر بيرفضها تماماً، بل بيعتبر اللي بينكروا الحرية دي جبنة. ومش بعيد عن الحقيقة، لأننا ما بنلومش حيوان لو قتل حيوان تاني بدون ضرورة بنفس الدرجة اللي بنلوم بيها إنسان، لأننا عارفين إن الإنسان عنده القدرة يقول لأ. القدرة دي هي اللي بتميزه. عند سارتر الإنسان حر لأنه يمتلك الوعي، علشان كده بيرفض تماماً فكرة الحتمية التاريخية عند هيجل أو عند ماركس. بالعكس، الإنسان عنده حرية جذرية،
وسارتر بيقول جملته الشهيرة: الإنسان محكوم عليه أن يكون حراً. الحرية عبء لا يمكن التخلص منه. الحرية جزء لا يتجزأ من كياننا. الماهية الوحيدة للإنسان هي حريته، أي قدرته على اختيار ماهيته. إنكار ده هو سوء نية، هو جبن، هو كذب على النفس. إحنا عارفين جوانا إننا أحرار، بس بنحب نقول إننا محبوسين في ظروف أو عادات، وبنستخدم ده كذريعة علشان نهرب من ثقل المسؤولية. لأن قبول وضع تعيس استمر سنين مع الوعي إننا قابلينه بإرادتنا، ده شيء النفس البشرية ما بتستحملوش، فنفضل نقول إن السبب سوء حظ أو ناس غلط أو ظروف خارجة عن إرادتنا. وطبعا هيبقى فيه عوامل فعلا ضدنا، وسارتر ما بينكاش ده، لكن ده ما ينفعش يعمينا عن قوتنا، عن قدرتنا على التأثير في حياتنا. وعلشان كده بيضرب مثال النادل اللي كل يوم يلبس لبس الشغل ويمثل دوره كنادل. المشكلة مش في الشغل نفسه، المشكلة إنه بينسى إنه شخص ورا الدور، بينسى وعيه وحريته، ينسى إنه يقدر يخلع المريالة ويمشي، مفيش حاجة تمنعه غير قراره. وده جوهر الوجودية. اسأل نفسك دايما: إيه اللي منعك؟ لأن المعنى مش هيجي من سلطة خارجية. لو شايف قرار صح خده، لو ما خدتوش هتقع في الندم والذنب. وده الوجه التاني للحرية، المسؤولية. حرية مطلقة تعني مسؤولية مطلقة. أنا مسؤول عن أفعالي وحتى عن عدم الفعل، وده ممكن يولد شعور بالذنب، لكن الذنب ده ضروري علشان نفهم إننا أحرار. كل مرة بنتهرب من الحرية بنقع في سوء النية، لأن وجودنا مش إلا أفعالنا. كل ما نرفض الحرية بننكر إنسانيتنا. الاختيار دايما مخاطرة، بس السؤال الحقيقي: هل عايز تكون موجود ولا بس تكون كائن؟ فهايدجر كان بيقول إن الأشياء تكون، لكن الإنسان يوجد، لأنه واعي بالموت، والوعي ده بيخلينا قضاة نفسنا. الجحيم هو الآخرون مش معناها كره الناس، لكنها معناها إننا بنستدخل حكم الآخرين، لكن القاضي الحقيقي هو أنت. وفي الآخر سارتر بيسألنا: هل عايز تعيش زي فتاحة الورق مجرد وظيفة، ولا تعيش كإنسان حر؟ وفي النهاية بيحكي واقعة من فيلم Attention Danger Travail عن عمال توصيل بيتحولوا لتروس في آلة، لكن مفيش آلة ومفيش حد خلقها، وإحنا مش عزل. عندنا سلاح، حريتنا، سلاح خطير لأنه بيجرحنا بالمسؤولية. لكن لما تحس إن حلمك مستحيل، اسأل نفسك بس: إيه اللي منعك؟